السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نرحب بكل المشتركين الاعزاء، كذلك كل يشوفوا قناتنا لاول مره مرحبا بكم. ديروا لنا ابوني وفعلوا الجرس، وكذلك ما تنسوش تحطوا لنا لايك. اذا الوصفه تاع نهار اليوم ان شاء الله هي وصفه من اروع ما يكون، وصفه الكيكات، او نقدروا نديروا بها العرايش او الترك. كذلك تجي ما شاء الله وصفه، صدقوني هذه الوصفه راهي تذوب ذوبا. كذلك هذه الوصفه حتى الحلوجيات كي قليل اللي تعرفها ما تمثلكمش. هاد الغوزات راهي تذوب ذوبان احسن مليون مره من الوصفه العاديه اللي نخدموها. كذلك راح نحط لكم بعض الروابط لبعض الحلويات اللي كنت خدمتها. كذلك هذه الحلويات اللي كنت تشوفوها قدامكم راح نحط لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف، تلقاوها يعني راح تستفادوا منها، بما ان بمناسبه هذا الفصل تاع الاعراس الافراح، كذلك خصوصا حفلات النجاح. اذا شوفوا كامل الفيديو، مشاهده ممتعه. يلا بينا نبداو الغوصات تاعنا. عندي 500 غرام مارغرين بحرارة الغرفة، لازم تكون طرية يعني ما نذوبوهاش. عندي كذلك كأس إلا ربع تاع ماء الزهر، كأس إلا ربع تاع الزيت كذلك. المهم اللي حبت يعني دير هكا مقادير دقيقة، تحط مع 500 غرام 2 كؤوس تاع الشاي تاع العتاي، نحطوهم نعمروهم ماء زهر، و2 كؤوس تاع الشاي كذلك تاع الزيت، ونحطوهم مع 500 غرام مارغرين. أنا هنا خدمت كأس إلا ربع، يعني بالكاس تاع 220 مليلتر، راه يعادل تقريبا 2 كؤوس شاي. هكذا نحطهم المقادير هذه مع رشة ملح مع 2 ملاعق لافاني. نجي هكذا نخلط مليح، لازم نخلط مليح يمتازج كلش مع بعض. ولو لاحظتوا راح يعني راه يمتزج الزيت مع المارغرين، لكن هذاك المزهر راح يبقى هكذاك عازل، يعني ما يمتزجش معاهم. حتى نحط معاه تقريبا كأس فارينة ونخلط كلش مع بعض باش يبدا يمتزج هذاك المزهر مع الخليط. يعني نحب نفهمكم كلش باش تفهموا كامل الطريقة. بعد ما يمتزج كلش مع بعض، نجي نضيف كذلك الفارينة غير بشوي تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينة يعني تكون نقدروا نشكلوها. المهم ما تكثروش الفارينة في الأول، يعني ما تحطوهاش في مرة، فقط غير بشوي، لأنه ولا جاتكم يابسة ما عندكم حتى حل العجينة تاعكم. هنا بعد ما نطموا العجينة تاعنا نحاولوا كيفاش فقط نليموها، يعني ما ندلكوهاش. شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي، يعني ما يابسه ما طريه بزاف. هذا هو القوام اللي نحوسوا عليه. هنا بعد ما عجنا العجينه تاعنا نجي لهنايا لازم نغطيها باش ما تنشفناش مباشره. نروح نحضروا لافغس تاعنا. انا راح نوريكم واحد الطريقه تاع الحشو، يعني اول مره تشوفوها، سهله مهله. عندي 3 كيلات تاع مكسرات، عندي كذلك كاس الا ربع تاع السكر. احنا نعرفوا بلي الحشو لازم نخلوه يبات، لكن بهذه الطريقه تخدميه مباشره ويجيك معسل ما شاء الله. عندي هنايا ذاك كاس تاع الا ربع تاع السكر، حطيته هكذا لداخل، نحط له نصف كاس تاع الماء الزهر، نحطه لداخل، نحركه مليح حتى يذوب. هذا هو الشيء اللي راه يبس لك الحشو تاعك. الا ما بيتيش، لانه السكر الا ما ذابش راه مشكل في لافغس. انا ذوبي مليح، نروح نحطه لداخل لافغس هذاك الحشو هذاك تاع المكسرات، نضيف له ملعقه معمره مليح تاع زبده طاريه وقليل من القرفة ولافاني، ونعجنه مليح يعني حتى نقدروا نشكلوه. بعدها نجي هنايا نشكل كوريات بحجم 15 غرام. صدقوني هذا الحشو راه يجيكم معسل ما شاء الله. هاد الطريقة نعرفوا بلي السكر هو اللي يبس لكم الحشو تاعكم. هنا نجي نكمل كامل نشكل هاد الكوريات ونحطهم جانبا. انا هنا كما راكم تشوفوا عطيت لكم قلت لكم وزن تاع 15 غرام، لكن انا ما نوزنش دائما في الحلوه تاعي، ما نوزنش، لكن نخدم عيني وزاني وتجيني كامل كيف كيف، لان نحس بلي يعني الميزان راه يدي لي شويه وقت ويطول لي الوقت، على هذيك ما نحبش نوزن. كذلك بعد ما ارتاحت العجينه تاعنا نروحوا نشكلوا كوريات تقريبا بوزن 35 غرام. نعرفوا بلي الكعكات مع العريش يجوا شويه باينين. اللي تحب توزن تحط الحشو تاعها 15 غرام، والعجين تاعها تكورو يعني بوزن 35 غرام. هذه الحبة المتوسطة، ما هي كبيرة بزاف ما هي صغيرة بزاف.
هكذا نحطهم نكورهم نحطهم جانبا. بعدها نروح بعد ما يرتاحوا بيان سور نكون غطيتهم باش ما ينشفوش. نجي لهنا نحط شويه تاع فارينه رشيد قليل ماشي بزاف. نجي نحل هكا بيدي يعني بدون حلال. هاد العجينه هي تخدم وحدها راهي طريه شويه. نعرفوا باللي العجينه العاديه راهي تكون يابسه لكن هذه راهي تساعدك بكل سهوله باش تخدميها. هكذا بعد ما نحلها مليح نجيبوا هذاك الحشو اللي كنا الكوريات اللي كنا خدمناهم. نجي هكا نديرو بشكل طولي يعني نحربشو ونحطو في الاطراف هكذا. ونجي لهنا نبدا نلف عليه هكذا نلف عليه بهذه الطريقه. نخدمو غير بشوي كما قلت لكم. هاد العجينه راهي يعني تكون شويه فراجين. هكا نغلقها مليح. نجي في الوسط باش نساويها كامل كيما الطرف كيما الوسط. نجي ندير لها هكا فتحه ونجي ندخل الطرف لداخل. تقدروا تجيبوا بوشون تحطوه في الوسط تخدموا يعني هاد الحبه عليه تفينوها على هذاك البوشون تجي بزاف شكلها شباب. لكن انا حنديروه في المول هكذا. اهم حاجه انه كي تبيتوهم في المول لا حبيتوا هذه الحلوه يعني تنحوها من المول شرط اقل شيء تخلوهم 3 سوايع حتى 4 او تخدموهم في المساء وتخلوهم يباتوا لداخل المول. بعدها تنحوهم طيبوهم رايحين يدوا هذيك لافورم. لكن في حال لا ما بيتوهمش لداخل او ما خليتوهمش وقت طويل تقدروا هنايا طيبوهم لداخل هذو الليمون يعني راح يندو هذيك لافورم. انا هكذا بما اني يعني أنا مزروبه شويه درتهم طابوا لداخل الليمون. طيبت كامل الحبات تاع الكيكات لداخل الليمون هكذا. راح نكمل هذه الكميه نطيبها ومن بعد ان شاء الله نشوفوا كيفاش نكملوا هذه الكيكات تاعنا. هنا في حال الا حبيتو تنحوهم من الليمول تكونوا رشيتوا المول بشويه تاع الفارينه. شوفوا كيفاش يجي الشكل تاعهم يعني يجي الشكل تاعهم بزاف شباب. هنا نروح نحطهم لداخل السنيوه. حطيتهم هنا داخل الفور يكون مسخن مسبقا. انا هنا الفور تاعي حطيت له يعني درجه حراره متوسطه ما يكونش بزاف سخون وما يكونش يعني بزاف نار قليله يعني يكون درجه حراره متوسطه. شوفوا كيفاش يطيبوا ما لازمش تخلوهم حتى يحمروا بزاف. المهم يطيبوا لكم مليح غير يدوا هذاك اللون الدوغي تنحوا الكيكات تاعكم باش ما يبسولكمش. شوفوا كيفاش يجوا راح تنحوهم بكل سهوله كطيبوهم لداخل الليمون حتى والعجين تاعكم يعني كما قلت لكم انا غير خدمته درته في الفور يطيب لان يعني مزروبه شويه على هذيك طيبتهم في الليمون. شوفوا كيفاش يجوا ما شاء الله. اللي يحب ينحيهم من الليمون لازم يخليهم شويه على الاقل شي 3 سوايع او بيتهم ليله كامله باش يدوا هذيك لا فورم يجوا الشكل تاعهم شباب. هنا نخليهم يبردوا نروحوا نوجدوا الطليه تاعنا. هنا الطليه راح نمد لكم المقادير اللي تكفي لهذه الكميه تاع العجين اللي درناها. انا عندي هنا بذاك الكاس اللي كيلت به في العجينه ماء الزهر مع الزيت، نصف كاس ماء الزهر، نصف كاس تاع الحليب، نصف كاس تاع عصير الليمون، 5 ملاعق من الزيت. نجو نخلطوهم هكذا مليح. بعدها نضيفوا 2 ملاعق كبار تاع لافاني. نبدا نحط السكر تدريجيا. كل ما نحط السكر نخلط مليح لازم نمزجو كلش مع بعض. وبعدها نروح نضيف هنايا ملون ابيض. اي ملون حبيتوا تحطوه ما قبله تحطوا ملون ابيض باش يخرج لكم اللون تاعكم شباب. انايا هنا حبيت ندير يعني الكعكات مولاتهم حبتهم بيوضه. هكذا نخلط مليح. انا هنايا الطليه تاعي راهي خفيفه شويه رايحه نضيف لها السكر. نعرفوا بلي الطليه راهي ترفد لكم شويه تاع السكر زياده هكذا. ونجي نضيف غير بشوي السكر نحط لها تدريجيا حتى نتحصل على قوام الطليه يكون حاكم روحه يعني يبقى فوق الطليه فوق الكعكات تاعنا ما يسيقش هكذا. انا هنايا جربت حبه يعني لقيتها مازالت شويه سيقه. نزيد لها شويه تاع السكر ونخلط مليح حتى يمتزج كلش مع بعض. هنا بعد ما تحصلت على القوام تاع الطليه اللي راني حباتو. شوفوا هنايا انا كما قلت لكم كنت
خدمت برا على هذيك، جبت هنايا فرشيطة حطيت فوقها الحلوى تاعي وحطيت بالمغرف، لكن من الأحسن ديروا في لابوش وتحطوا هذيك الحلوى تاعكم، وفوق كل حبة تحطوا هذاك الطلية تاعكم، رايحة تجيكم ما شاء الله. إلا شتوها يعني طاحت كامل خصها السكر تقدروا تزيدوا لها السكر. المهم هنا شوفوا كيفاش بعد ما كملتها كيفاش تجي ما شاء الله. كاين اللي يحب يدير لها اللماع، انا مولاتها دائما نحط اللماع، لكن مولاتها حبت حاجه بسامبل ما حبتش بزاف التزيين، قالت لك ما ديري لهاش ما تلمعيها ليش، خليتها هكذا، لكنها مع انها هكذا وجات شابه. زينتها بورود تاع السكر، بعد جيت السكر درتهم في الاطراف، تقدروا ديروهم كذلك في الوسط. راهي هذه العجينه صدقوني والله العظيم يعني مليمتها غير الطليه هذيك تجي ذوب ذوبان. هذاك الشارك كذلك راكم تشوفوا في الصوره خدمته من نفس العجينه تاع الكعكات. رايح نحط لكم كذلك الوصفه تاع هذه البقلاوه تجي ما شاء الله في صندوق الوصف. اذا في نهايه الفيديو ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم. الف تحيه لكم والسلام عليكم.